اليوم ذكرى ميلاد ولدي الثاني وقررنا ناخذه لي منطقة يوكوهاما لأن فيها متحف أنبانمان، وهذا المكان وايد حلو وممكن يكون وجهة سياحية لك إذا فكرت تزور اليابان ومعاك أطفال، أو حتى إذا كنت من جيل الطيبين وعشاق كرتون زمان فيجيبوا لكم شيء تاكلونه واستمتعوا في هذا الفلوج المتواضع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا روان، هذا هيرو، سي هلو. هاي. وهذا نوحي اليوم صار عمره 2. حبيبي ما صدق شو الأيام تركض بسرعة. طبعا سبب ان المحطة هذه كلها كذي صايرة طوفة طريقتها كلها هذا النوع الطابوق، لان المنطقة هذه مشهورة في هذا المكان اللي اسمه ريد بريك ويرهاوس، تكون منطقة المباني فيها كلها مبنية بهالطريقة هذه، وهذه المنطقة أصلا فيها وايد أشياء، فيها كاب نودل ميوزيوم، فيها وايد أشياء حلوة المنطقة هذه. عاش أيوه I think it's supposed to be like that. هم مسوين كذي عمدا بالطوفة، ونوح متنرفز قاعد يقول ليش ما ينظفونه، ليش ما يصبغونه ويرتبونه يعني، بس اتوقع هو جزء من التصميم. ووصلنا المنطقة، ابي المنطقة هني والله ما تحسون انكم باليابان، ماخذ شوي طابع ستايل اوروبي، فتحسون انكم كذي بدولة اوروبية. ما شاء الله الجو اليوم عجيب. واو يا جمال هالمنطقة هذه، تينن المنطقة اسمها يوكوهاما، وايد حلوة تهبل ما شاء الله. واحنا بطريقنا للمكان مقررين نودي نوح له نام نوح، فقررنا نتغدى في مطعم سوشي، وصورت لكم فيه فيديو مختلف راح يكون من سلسلة ألذ وأرخص مطاعم السوشي في اليابان، واللي راح أعرفكم فيها على مطاعم سوشي في اليابان مشهورة ولذيذة وبنفس الوقت أسعارها مناسبة. فلا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس عشان يوصل لكم كل شيء جديد أنزله بإذن الله. طبعا احنا بمناسبة يوم ميلاد نوح، هو اليوم كمل 2 قررنا نجيبه منطقة يوكوهاما لأن فيها متحف أنبانمان ميوزيوم. أنبانمان ميوزيوم هو الرغيف العجيب، يمكن تذكرونه، هو كرتون أيام زمان قبل كنا نشوفه أنمي. نوح حيل يحب أنبانمان، فقلنا بنجيبه عشان يشوف الشخصيات ملوته اللي يحبهم. بس الحين هو نايم، فإن شاء الله بس يقوم راح يشوف ويستانس. أبوي المتحف شكله حده عجيب، أنا مشططه. يلا يا نوني ويك اب. واو عجيب نوحيني نوني يلا قوم عشان نشوف أنبانمان. إن شاء الله الحين قاعدة ناوي ويكم أب. ما شاء الله المنظر يا جماعة هنا عجيب، منطقة يوكوهاما روعة. واو مع أجواء الخريف ما شاء الله حياتي. قعدنا قصب، يلا قوم نوني شوف أنبانمان. قاعد من النوم. صباح الخير يا ماما. الحين لازم ناخذ العربانة هني سولار باركينج اريا، يعني مصافة عربانات، لازم نروح نودي العربانة ونخلي نوني يمشي معانا. شوفوا هني مصافة السترولرز العربانات. نوحي ميتة الله يا حلاوة المكان. واو المكان يشوق ما شاء الله، طلع المكان يهبل. وي ستو سليبي. بروح الحين نبدل حفاته اول شيء، ابي المكان يعقد، شوف يسوون عروض وشي اشياء بعد. بروح التبديل شنو نوحيني. يلا تعال ليتس جو. الله
الطاير حق الكور يا عمي. واو واو. هي يعني المخبوزات يعني تخبزون كلهم صجين، بس هم مو صجين، شكلهم يشوق. طب شنو صج؟ ايوه. الله كيوت. ثانك يو اريغاتو غوزايماس. قاعد تقول هابي بيرثداي. عطوه هذا this is for birthday. يا حياتي عطوه بطاقة البيرثداي. You want something from here? We have to buy for him something. It's his birthday. Birthday boy. يا حياتي. لازم طبعا كل كذي الأماكن المتاحف يكون عندهم ميرتش خاص لهم. واو عجيب المتحف صراحة، حلو مع انه صغير كذي بس وايد كيوت، وايد مرتب، وايد نظيف. باي باي. مطاعم هني، مكان المطاعم كل شيء على أمبامان ريستورانت، وهني مثل كذي آيس كريم وعصاير بوب كورن. سو نايس. وايد حلو المكان. في قسم حق اكلات الاطفال الصغار، بيبي فود يعني تحت السنه وكذي. في محل الاونيجيري اللي هو العيش المثلث. هذا طلب نوحي يشوق ودون. طبعا احنا خذينا له اياه بحري، اللي كله بالاكلات البحريه. احب الاكل البحري بشكل عام. يلا مام بسم الله. يلا ان شاء الله ما يسوي لنا سالفه، بني ناخذ صور هني معاه عشان ذكرى حق يوم ميلاده بنفس الطريقه هذه. هذا المخبز مال أمبامان تخيلوا يشوق. طلبنا هذين الاثنين، هذه يشوقون متى كواي. واو كذا اريغاتو غوزايماس. عجيب. طبعا عند المتحف برا في هذا محل المخبوزات أنكل جامس بيكري اسمه هذا، بس هو على أمبامان، كل شيء على أمبامان. يشوق صراحة، وشوفوا شكل المخبوزات يشوقون. طبعا هذا المخبز موجود بالضبط جبال أو مع المتحف أصلا، تحته صاير مع المخبوزات اللي عندهم. أشكالهم تشوق حيل كيوت، بس للأسف لأن احنا جينا متأخر فكان كل شيء سولد اوت تقريبا، ما بقى إلا بس كم شغلة كذي نكون خلصنا يومنا. بس إن شاء الله بعد باكر بنروح نزور بيت خالتي، وهم أكيد راح أصور لكم يومنا هناك. استانس حبيبي وايد استانس صراحة، كانت فكرة حلوة. والفكرة كانت ترى فكرة بنوح، وهو اللي اقترح إن احنا نجيب هذا المكان. صدق الحمد لله نجيبناه. المكان جدا مناسب حق الأطفال الصغار يعني. فعموما صراحة أنصح بزيارة هذا المكان، وايد حلو، وايد نظيف، وايد مرتب، وحلو حق أعمار مثل ما أنا قلت، حس من 6 سنين وتحت. بنوح يقول لا شوي أكبر هم عادي يعني، يمكن 10 سنين نازل. فيعني بهالأعمار هذه تقريبا بهالحدود نقدر نقول إن حلو المكان حقهم. فأنصحكم وايد بزيارته، وايد حلو المكان.